يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، بقى ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الوقت طلب مني واحد ملك تشيك شوكولاته، تعالوا كده ما نعمله مع بعض ونشوف بيتعمل ازاي والطريقه المناسبه اللي احنا نقدر نعملها في البيت لاطفالنا، طريقه حلوه وسهله جدا. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا وهنكون مجهزين ايس كريم من الشوكولاته. ايس كريم الشوكولاته مش شرط ان احنا نجيب الجالون الكبير، ممكن نجيب الجالون الصغير خالص. يعني هنحط كده 3 بولات حلوين كده مدقلجين في المعلقه اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما حطينا 3 بولات من الايس كريم هنحط شويه صوص شوكولاته كده في معيار معلقه كبيره شويه، ولو مفيش صوص شوكولاته ممكن نحط مثلا معلقه نسكويك او معلقتين من النسكويك او كاكاو اللي موجود عندنا في البيت، نقدر نعمله ميلك تشيك شوكولاته. وبلاش ننزل نشربه ب 40 و 50 جنيه، ممكن نعمله في البيت مش هيكلفنا 15 جنيه على بعض. تمام قوي. بعد ما حطينا المعيار بتاعنا هنجهز اللبن بتاعنا، واللبن طبعا مش هنحط كوبايه ولا هنحط كمان نص كوبايه، هنحط ربع كوبايه لبن بس كده. تمام قوي، بس كده ربع كوبايه لبن حلو قوي. بعد كده هنغطي وهنسيبه يضرب لمدة 10 ثواني. تمام أو كده احنا كده سيبناه يتضرب لمده 10 ثواني، وهوريكم الوقت القوام بتاعه بتاع الميلك تشيك عامل ازاي. زي ما انا قلت لكم نجيب الجالون الصغير اللي هو جالون ايس كريم يعني الصغير، ومش مشكله ان احنا نجيب الكبير يعني علشان بس التكلفه ما تكونش عاليه. والجالون الصغير ممكن يعمل لنا 3 كوبايات حلوين قوي كده يعني. هنجيب الكوبايه بتاعتنا وهنجيب صوص الشوكولاته وهنجرنش كده الكوبايه من جوه. بعد كده بعد ما جرنشناها هنجيب الميلك تشيك كده نرجه كده شويه اهو في الخلاط. هوريكم الوقت القوام نازل عامل ازاي اهو. ده قوام الميلك تشيك شوكولاته، حاجه كده عظمه قوي. يعني لازم نعمله بالقوام ده علشان يبقى ميلك تشيك ويدينا الطعم المناسب لطعم الميلك تشيك والشوكولاته. تمام قوي، حاجه كده عظمه قوي. هنحاول ان احنا نزوق الكوبايه من فوق الوش، نجيب شويه نسكويك عندنا او شويه كاكاو ونرش كده حاجه بسيطه. بعد كده هنجيب صوص الشوكولاته وهنجرنش كده اي شكل احنا يعني ممكن نحبه، ممكن نزوق بيه. ده ايس شوكليت اللي هو ميلك تشيك شوكولاته، حاجه كده عظمه نقدر نعملها في البيت بمنتهى السهوله قوي. يعني الطعم بقى حكايه، الصغيرين والكبار بيطلبوه مني. طبعا هو في الكافيهات بيبقى ب 40 وب 50 جنيه، في البيت والله ما يكلفنا 15 جنيه. اللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشتركوا بسرعه، وتعليقاتكم الجميله اللي بتزيدني شرف. بس خلاص.